هذا الشي المقدمة من صقر سعيد أبو اليمامة الوازعي لزوجته ويعبر عما فيها. صقر الوازعي ابتدى شعر عن زمان ردى، والنهدي الدقراح صدى فيني مثل صوت البغام. من أول ليالي الزواج ما عاد اعتدى لي مزاج، أوجاني سلا وابتهاج يا موجد جميع النعام. لي عامين وأنا عريس ما تهنيت بليلة خميس، من هذا الزمان الخسايس اللي للسعادة هدام. أهل السحر والشعوذة بالعافية آخذة، صكوا الباب والنافذة خلونا نعيش في ظلام. ذي ما يعرفون الحرام يا ناس امرضوا للمدام، خلوا جسمها في سقام كم بتشتكي لي وكام. ظلم الأهل والأقرباء ذي خلى فرحنا هباء، وأنا الصقر ذي ارتبى يا عالم في على القمام. هم ذي يحرمون الفرح من يوم ما عرسنا الطرح، ذي للقلب حقي جراح الله ما يريد السلام. واصل والمره آحي آح تشكي من لهيب الجراح، ما حد مننا استراح يا ناس مثل باقي الأمم. خلوا زوجتي في أنين وأنا طول وقتي حزين، يا ربي وأنت المعين تجري كل ضيق ووهام. كم يا ناس داويتها كم يا ناس عالجتها، من يوم ما تزوجتها تشكي لي الوجع والألام. قلبي من مرضها احترق والناس الفسون الدنق، خلونا نعيش في قلق نتجرع كؤوس الندم. في هذا الزمان العجيب ما يغدر بك إلا القريب، واصبح كل من هو غريب يسند من عليه احتزام. وكلت الحميد المجيد ليوصف لكل العبيد، والله انتقام الشدايد هو ذي الانتقام انتقام. كل الشكر إلى والدي وزندي وساعدي، ما دامت يد في يدي تبقى هامتي كالعلم. وابو ترك يا ضرغمي والقاضي بكل محزمي، وهبي بن سعد من جمعي ذي يحوي جميع الشيام. واخواني رجال الرجال ورفاق الذي كالجبال، أصحاب الوفا والنضال وأهل الجود وأهل الكرام. وأشكر أمي الغالية نجمة عمري العالية، ذي لا شفتها سالية أنسى كل ضيق وغام. وادعي الله في سجدتي أن يشفي ضياء مهجتي
جسد زوجتي ويداوي المرض والسقام، واختم بالصلاة والسلام على الهادي شفيع الأنام.